السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض الفراخ المشوية، وهنتكلم ازاي نشويها في الفرن او نشويها على البوتاجاز من فوق ويطلع وشها احمر وجميل زي ما احنا شايفين كده، وازاي كمان نشويها على الفحم على الشواية. طبعا الفراخ المشوية من الأكلات الجميلة جدا اللي كلنا بنحبها، الأطفال والكبار والصغار. الأسعار غالية خالص دلوقتي، فاحنا هنعمل حاجة في البيت كده تكون نظيفة وجميلة، وكمان تكون أرخص من بره بكتير. أول حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول ويلا بينا نبدأ على طول. المكونات بتاعتنا بسيطة جدا النهاردة، كلها توابل ومجموعة بس من المكونات كده. هيكون عندنا هنا نص كوباية من عصير البصل. ممكن هناخد البصل نبشره وبعدين نرش عليه معلقة ملح وبعدين نصفيه. وهيكون معايا كمان معلقتين اتنين من الزيت، معلقة من الزبادي وده طبعا اختياري. الزبادي ده انا مروباه في البيت. وعندي معلقة كبيرة من الكاتشب ومعلقتين اتنين من الخل، معلقتين من الليمون، ومعلقة من العسل، وكمان معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة من الفلفل الأسمر، نص معلقة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة من توابل الفراخ، ومعايا كمان نص معلقة من البابريكا، ونص معلقة من الزعتر. هنزل بقى المكونات بتاعتي كلها مع بعضها كده، هنزل التوابل والعسل، وعندي هنا البابريكا والكاري والزعتر وروزماري. طبعا احنا متفقين مع بعض قبل كده ان اي نوع من التوابل مش موجودة عندنا نقدر نستغنى عنه خالص ونكمل الوصفة بتاعتنا برضو هتطلع جميلة جدا بألف هنا وشفا. انزل بقى بالمكونات بتاعتنا. انا مش عايزة اي تفل من بتاع البصل، علشان خاطر البصل ما يبقاش يشيط معانا الفراخ. وكمان لو احنا ما عندناش كاتشب نقدر نستبدله بطماطمية معصورة نبشرها كده ونصفيها، وبعدين ناخد انا ده الكاتشب اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده. بعد كده هقلب المكونات بتاعتي كلها مع بعضها لحد ما تبدأ تمتزج معايا كويس وتبقى بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. وبعد كده هبدأ اجيب الفرخة بتاعتي، تقدري تجيبي اي حجم انت عايزاه. ولو احنا هنشويها في الفرن او مش على الشواية، لو كبرت الفرخة مش هيجرى اي حاجة خالص، برضو هتستوي معانا ويبقى شكلها حلو. انا عندي الفرخة ديت 2 كيلو. انا هبدأ كده اشيل الاطراف بتاعت الاجنحة بتاعتي، لان طبعا ما بيبقاش فيها فايدة، وكمان بتخلي الحاجة زفرة كده معايا، وما بيبقاش فيها لحمة ولا أي حاجة خالص. وبعدين هبدأ أشيل كمان السلسلة بتاعة الظهر دي خالص، ملهاش أي استخدام عندي. هشيل الرقبة كده بسلسلة الظهر. وطبعا لو انت مش عايزة ترميها ولا حاجة ممكن تبقي تحوشيهم تعملي بيهم شوربة في يوم، او تحطيها جنب الفرخة وهي بتتشوي كده، بس بحيث انها متقدمش معاه. بعد كده بالسكينة هبدأ اكسر العظمة اللي بتبقى فوق كده عند لوح الكتف، وابدأ اعدل الفرخة كده على وشها زي ما احنا شايفين كده، وادق عليها بحيث ان هي تبدأ تتفرد وتتبطط معايا. طبعا لو انت عندك المدق بتاع البفتيك او البانيه تقدر تستخدميه، لكن الصراحة مش عندي فانا استخدمت ظهر السكين. بعد كده هبدأ أعمل فتحات في الفرخة بتاعتي، بحيث إن التتبيلة بتاعتي تخش جواه ويبقى شكلها جميل كده بعد التسوية. تقدري تستغني عن الفتحات ديت بحيث إن انت تخرميها كده أو تغرزيها بالسكينة زي ما أنا عملت في الجناح كده. الحركة ديت بتساعد على إن التتبيلة تخش عندنا جوه في الفراخ، وكمان تسهل في عملية التسوية. بعد كده هاخد الفرخة بتاعتي أغسلها غسلة كويسة كده تحت الحنفية، وبعدين أبدأ أجيبها وأنزلها في التتبيلة بتاعتنا. يفضل إن احنا نحطها في التتبيلة من قبلها بيوم، مثلا نعملها من بالليل، أو لو احنا مستعجلين نقدر نعملها قبلها بساعة أو ساعتين على رف التلاجة كده، بحيث إن تبدأ تطعم معايا وتشمع من التلاجة. بعد كده هبدأ أجيب الاسترتش راب، وابدأ اغلف كده الطبق بتاعي كويس جدا واركنه في التلاجة الوقت اللي انا اقدر عليه. بعد ما غلفتها بالشكل ده هبدأ ادخلها التلاجة، وبعدين دلوقتي هجيب صينية عندي، اي صينية فرن عندي، وهبدأ اخد الفرخة بتاعتي وابدأ احطها على طول في الصينية بتاعتي. وطبعا مش هنرمي الصوص اللي كان فيها، هنحطه عليها لان هو ده هيبقى هو عامل التسوية بتاعنا. طبعا الكلام ده لو احنا هنسويها في الفرن بتاع البوتاجاز.
هنحطها بالشكل ده، يبقى سلسلة الضهر ناحية تحت ووشها ناحية فوق. بعد كده هغلفها بالورق الألمونيوم وادخلها فرن البوتاجاز، هتاخد حوالي ساعة ونص طبعا لأن الفرخة بتاعتنا كبيرة. ما تخافوش بإذن الله هتستوي ومش هيجرى لها أي حاجة، أول ربع ساعة بس على القاع وأرضية الفرن، وبعد كده هنرفعها على الشبكة. طيب لو احنا ما عندناش فرن وعايزين نسويها على البوتاجاز من فوق، بدل ما احطها على سلسلة الظهر لا هقلبها على وشها على اللحم نفسه. وبعد ما ادخلها الفرن كده، بعد ما احطها على البوتاجاز حوالي اول نص ساعة هتبدأ هي تشمع من تحت، اروح قلبها الناحية التانية، وبعدين برضو اغطيها بورق الالومنيوم او بغطا. هتستوي معايا، هيكون الجلد من تحت احمر كده واداني الشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعدين لما اقلبها هكمل سواها من الناحية التانية. طبعا لو احنا هنسويها على البوتاجاز من فوق، طب احنا وانا هنسويها على الفحم هنخلي الفحم يكون بعيد شوية عن الشبكة اللي احنا هنحطها عليها الفرخة، ومش هنعلي النار قوي، من وقت للتاني هنخلي النار تكون متوسطة. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.